آخر فترة واجب علينا كمنبر إعلامي أيضا نستعرض مجموعة من قصص نجاح لأردنيين مغتربين بجميع دول العالم وبالأخص بالولايات المتحدة الأمريكية. بدي أشكر الزميلة فاطمة الظاهر بتتعاون معنا في البرنامج ونشكرها على تعاونها معنا اللي عم تجرينا المقابلات مع الشخصيات الأردنية البارزة الناجحة. بنشكرها كل الشكر وبنضلنا نطل عليكم كل أسبوع وكل كم يوم بقصة نجاح نستفيد منها بعبرة وبرسالة، وخاصة أنه في كثير من شباب الأردني الآن عم بتوجه للولايات المتحدة سواء بطريقة شرعية وغير شرعية حتى أنه يدور رزق ويكسب فرصة للعمل ويتطور ويكبر وينجح. فكثير ممتاز لما يسمعوا تجارب أشخاص تغربوا قبلهم ويسمعوا هذا الكلام حتى يكون في عبرة ودرس ومعرفة ويستفيدوا. خلينا نروح احنا وياكم لهذه المقابلة لقصة نجاح للأخ منتصر عماري اللي راح على أمريكا سنة 72 وهو حاصل على دراسات عليا بإدارة الأعمال والإدارة المالية ومؤسس الجمعية الأردنية الأمريكية اللي افتتحها رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة. ومنتصر عماري بناشد الجالية الأردنية من خلال برنامجنا وبرسالة راح نسمعكم إياها. خلينا نسمع مع بعض. يسعد صباحكم بتوقيت أمريكا ومساءكم بتوقيت الأردن. لقاء اليوم قصة نجاح الأستاذ منتصر عماري الذي قدم لأمريكا عام 1972 حاصل على دراسات عليا في إدارة الأعمال وعنده بزنس خاص، وهو أيضا مؤسس للجمعية الأردنية الأمريكية التي تهدف لاستقطاب متطوعين في كافة المجالات وتعليم أبناء جاليتنا الأردنية اللغة العربية ومساعدتهم على الانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. علم أبنائه أفضل تعليم. سيحدثنا الأستاذ منتصر عماري عن بداية حياته في أمريكا والتحديات التي واجهته وعن فكرة إنشاء الجمعية ونصائح للجالية الأردنية عبر منبر دوكسلف. اتفضل أستاذ منتصر. صباح الخير لكل نشمي ونشمي مستمعين لهذا المنبر الحر نشامة FM. منتصر عماري، مواليد الحصن، محافظة إربد، عروس الشمال. سافرت إلى الولايات المتحدة عام 1972 لهدف الدراسة بالرغم من عدم حوزتي على الأوراق القانونية للعمل والدراسة. يعني دخلت أمريكا كزائر سائح، ولكن الإرادة والعزيمة والإصرار خلتني أحصل على الإقامة الدائمة بعد 4 سنوات من صبر وعمل وجهد. بعد ذلك دخلت المجال الدراسي وحصلت على بكالوريا إدارة أعمال ومحاسبة، وبعد تخرجي عينت في القطاع الحكومي في لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا كمدقق حسابات للضرائب الحكومية. بالواقع تفوقت بالعمل وكنت جاد جدا، بحيث أنه الإدارة في المؤسسة قررت تمنحني بعثة دراسية للماجستير، فحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال MBA والإدارة المالية. وبعد انتهائي والتخرج دخلت القطاع الخاص للعمل كمدير مالي لعدة شركات خاصة، وبعد 5 سنوات دخلت في العمل الحر وحصلت على عقد مع نادي السيارات في جنوب كاليفورنيا لشحن السيارات. وبدأت في لوس أنجلوس ب3 شاحنات، والآن عندنا موقعين في لوس أنجلوس بعدد 40 شاحنة، وموقعين في دالاس تكساس بعدد 30 شاحنة، وموقع ثالث جديد عمره حوالي سنة في كليفلاند أوهايو بعدد 15 شاحنة. أنا وزوجتي أنجبنا 4 أطفال، 3 بنات وولد.
بنتي الأولى الكبيرة إيمي محامية مرخصة في كاليفورنيا وكولورادو ونيفادا. بنتي كريستل الثانية حصلت على الماجستير في العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني. ابني يزن حاصل على بكالوريا تسويق وإعلان، هو بالواقع الإيد اليمنى واليسرى في إدارة أعمالنا، ومن المبدعين في إدارة الأعمال. وآخر العنقود عندنا تابي حاصلة على بكالوريا في العمل السينمائي والإنتاج. في أوائل الثمانينات تجمعنا كم نشمي ونشمية لتأسيس جمعية خيرية للم الشمل الأردني بعمل تطوعي وخيري لجميع الأردنيين. وفي التسعينات في الواقع بعد جهد حققنا الهدف وأوجدنا مدرسة لتعليم اللغة العربية للأطفال، طبعا أطفالنا أطفال الجالية الأردنية، وكان مجانا وبجهد عظيم من نشميات الجالية الأردنية. وكان الافتتاح بتذكر على يد المرحوم فايز الطراونة رئيس الوزراء السابق، وكان سفير الأردن في واشنطن آنذاك، وبصحبته كان الدكتور مروان المعشر. وكانت من أروع الاحتفالات الأردنية بنسيجها وحبها وإخلاصها للوطن، وجود مندوبين من الحكومة يشاركوا الجالية الأردنية. كانت فظيعة جدا الصحيح. أهداف الجمعية هو العمل التطوعي والإنساني لمساعدة الجالية الأردنية وحاجاتها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، حتى نصائح، حتى عمل تعاوني بأي مجال. إذا في أردني بحاجة إحنا موجودين. من أهم النصائح أنا بحب للجالية الأردنية هو استمرار العمل الجاد مهما كانت وظيفتك أو عملك بصدق وإخلاص وأمانة. هذا بيوصلك دائما لبر الأمان. مساعدة الآخرين، العمل التطوعي، وخصوصا في السياسة المحلية الأمريكية والانتخابات، لأنه هاي بتخلينا نغير السردية الخاطئة اللي موجودة في المجتمع الأمريكي عن الشرق الأوسط إجمالا، وإحنا مثابة صورة للوطن في الخارج. فلما منغير السردية الخاطئة من وجهة نظري لسردية إيجابية بتمثل بلدنا المعطاء الكريم الصادق الشهم، فأنا من هذا المنبر الحر نداء إلى كل نشمي ونشمية في الولايات المتحدة من منبركم نشامة FM، بترجاكم الانخراط في التوعية السياسية الأمريكية سواء محلية أو فيدرالية، وهذا بخلينا إيجابيين بالمجتمع. بنقدر نغير هاي الإيجابية، بتغير السردية السياسية للشرق الأوسط، وخصوصا حق إخواننا في فلسطين المحتلة. ألف شكر ويعطيكم العافية. كل الاحترام والشكر للسيد منتصر عماري. فعلا هيثم، جاليتنا الأردنية تحتاج للتوعية السياسية أكثر، فمن هنا جاءت فكرة إنشاء الجمعية لدمج الأردنيين في المجتمع الأمريكي بشتى المجالات. نلتقيكم بقصة نجاح أخرى في المرات القادمة. دمتم بأمان الله. ننتقل إلى هيثم الوكيل باستديوهات نشامة FM في عمان. شكرا للزميلة فاطمة الظاهر، وأيضا كل الشكر للسيد منتصر عماري
مؤسس الجمعية الأردنية الأمريكية، وله من 72 وهو مغترب في أمريكا، وكلام بالصميم اللي ذكره ورسائل واضحة ونصائح واضحة. كل الشكر والاحترام، وأيضا نشكر زميلتنا فاطمة. راح نطلع على فاصل، بعد الفاصل راجعين، خليكم معنا.